السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو خفيف ظريف باش يتبارطاجا إن شاء الله الرحمن الرحيم لكم جميعا. اليوم كان اكتضاد، واخا تنقول للناس ما تجيوش الجمعة، الخميس والجمعة والسبت ما تجيوش، ولا واخا هكاك جاو باقي الآن والله ما تغديت، الآن باقي ما تغديتش. المهم ما علينا، معنا واحد الصديق كان جا دابا شحال ديال المدة؟ تقريبا شي 12 يوم. 12 يوم باش جيتي عندنا، 12 يوم. دا المنتوج الاول ونسمعوا الشهاده ديالو. دا هذا المنتوج هذا، وملي تنقول هذا المنتوج تنقول اللوغو ديالنا هذا زين، هاو ردوا معايا البال. دا هذا المنتوج نعرفوا اشنو الحاله اللي كانت عنده، واليوم حالات اللي شوفيات ولله الحمد من مشكل ديال السمع، لان سمعوا الفيديو اللي قبل ديال دوك الناس اللي من هولندا وجاو الناس اليوم ورجع لهم السمع ولله الحمد. هذا من فضل الله عز وجل. الناس اللي ما كنتواصلش معاكم كاين ضغط في الواتساب وكاين ضغط على الهاتف، راه كاين الناس اللي باقيين من الاثنين ما جاوبتهمش، يسمحوا لي بزاف وكنعتذر لهم. بالنسبه للماء اللي بغى يجي يدي الماء راه فابور في سبيل الله، هذه من جهه. اما الارقام الهاتفيه ديالو راه كاين ضغط. شريف، الاعراض اللي كانوا عندك شنو هما؟ حراق اللي ما كناش غادي الطواليت، حريق البول، بول ما كنشدش وراني الماء منظم من قبل البول. صافي ارتاحي الحاجه، صافي ارتاحي دابا سمعتي محمد اخويا. منظم من قبل الوضوء، من الظهر، من قبل الوضوء، من الظهر، وباقي دابا شاد الوضوء، باقي شاد الوضوء. ما كنتش الوضوء ساعه ما كنتيش كتشد الوضوء. يعني الاعراض اللي كانوا عندك كنتي ما كتحبش، يعني البول كيسبق ولا كيفاش يعني بالضبط؟ ولا شويه محن، كاين شويه كيمحن ضروري. غادي جاي الحريق، ضروري خصو يشرب في الليل، هو ما يشربش في النهار. تشرب في العشيه، هادشي اللي كنقول لهم، يتشرب باتاي سخون، وملي يشربوا بنادم يتحرك واحد شوي، ملي يشدوا الحريق يعرف بان راه الميكروب كاين. ديك الساعه كيجيب واحد القرعه، كيبدا يشرب الماء ويتبول في قرعه، يشرب الماء ويتبول في قرعه، تحس بداك الحريق تيخرج. مشيت للطواليت ما شتيش، حتى داك الشيء الحمد لله. هو الليله الاولى، الثانيه، الثالثه، هذا عاد ترخص الحمد لله. باقي ما ساليتيش؟ باقي ما ساليتش، لا، ولكن باقي كيعطيك باقي كيعطيك الحريق ولا لا؟ لا ما بقاش عندي الحمد لله. اذا ملي كيشرب، باش كندير كاع ملي كيشربوا بنادم كما كنقول يشربوا مع اتاي سخون، مع القى صغيره، مع اتاي سخون مره واحده في اليوم. الناس اللي عندهم حريق البول او عندهم داك تقاطير البول، ماشي احتباس البول، لا، احتباس البول باش ما نخلطوش الامور. احتباس البول كيكون من البروستات، ويجب التشخيص عند الطبيب. يعني ملي كنشخصوا عند الطبيب بان عندنا البروستات، ديك الساعه انا كنعرف الاتجاه اللي غنمشي ليه، واش البروستات ولا المثانه. هذا كيمشي للميكروب في المثانه، ما عنده حتى علاقه بالبروستات. الميكروب في المثانه كيهزوا وكيخرجوا بفضل الله عز وجل. هادشي كله اللي سخروا لنا الله عز وجل، فبامر من الله. فالحمد لله دابا مزيان. دابا شنو ارى الناس شنو ديتي دابا؟ جاي دير جابو وصاحبو، ها جدا دابا جاي فرحان الكريم العنبر والزيت ديال العنبر. يعني هادشي اللي جدا دابا ولله الحمد. وراه عندي الخاطر مع الناس، راه شاف، لان لدرجه انتم ما استحملتوش الناس اللي قبل. يعني كاين اللي كيجي كيبقى شادك بالهضره والناس كيتسناو. ما عنديش انا المشكل، غير بنادم يحاول يختصر، لا في الواتساب ولا بصحتك براحتك. تحيه لك او الصحه والراحه. يلا الله يعاونك. تحيه لك ان شاء الله. مرحبا بك. الله يسخر، خذ المال اللي بغيتي، الله يسخر لكم. عندي واحد الكوموند كنتسناه والله اخويا عبد ابن ادم، والله الكوموند غيوصلك. راه كندير المستحيل، كاين شويه د الضغط. هذا خاص الميكروب في المثانه، هذا خاص الميكروب في المثانه. هل لديك بوصفير؟ كنتي قلتيها البارح، بوصفير ديال الاطفال، كدير لازاز، كتمشي تجيب لازاز وتفرشوا الوليدات ودير واحد الطرف ديال الثوب وتخلي الوليد ينعس عليه وتنوض مع الصباح تعوموا بالماء بارد ان شاء الله الرحمن الرحيم، والاكل يكون طبيعي. صافي. شكرا لكم احبابي في الله، وتحيه لكم، تحيه لجميع المتابعين. عز اخويا زين الدين، الله يحفظكم، العز لكم كاملين اخويا. سمحوا لي انا ما كنتواصلش معكم بزاف، لان بحكم ما بقاش عندي الوقت، ولكن ما خاكك ما نبخلش عليكم والله بالنصائح ولا بكل شيء. مرحبا بكم خويا. بغيت نسولك، مرحبا، عافاك شي دواء البوصفير الكبار؟ بوصفير الكبار من بعد ندير لكم فيديو خاص، لان دابا درت لكم شهاده، هذه شهاده لله وصافي.
تمنى زين الدين، عيط اخويا ومرحبا. السلام عليكم، خديتو كيعطي الحريق بزاف ولكن خرج مني العجب. علي كريمي كيقول السلام عليكم، انا خديتو عطاني الحريق بزاف ولكن كيخرج منك العجب. الحمد لله، وهذا فضل من الله عز وجل. بغينا نمرر واحد الرساله. وغيشوفوني بعض الروقات غادي يشوفوني، ما نقولش ضدكم ولكن يحاولوا على الناس. الله يرحم لكم الوالدين، هذا طلب مني، حاولوا على الناس. جاو عندي ناس اليوم من القصر الصغير تباعت لهم هذه ب 500 درهم حشومه باش يحيد الجن ب 500 درهم. واش رشيد خدام معاك؟ عبد خدام معايا خويا رشيد. 500 درهم باش تباعت. باعوا للسيده، باعوا ليها واحد الشخص في الدار البيضاء باع ليها 5 ب50,000 ريال. والله اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. وهذا ملي جابتو لي السيده شميتو، اسمع اخي اكس، ما ديرش اللحيه، ماشي لحيه، واحد الراقي ما ديرش اللحيه، كتحيد الجن وكتحيد. انا مررت لك الرساله مره اخرى، غادي نقولها لك نيشان، لان من راى منكرا فليغير. هذه ب 50,000، ب 10,000 ريال، 500 درهم بلا ما ندورها، لان الاسم ديالك كاين هنا والارقام الهاتفيه ديالك عندي هنا. حشومه ب 500 درهم، شميتها لقيتك داير فيها الحرمل وداير فيها الزيت فقط ب 500 درهم، وقلتي ليها نفل بها وغادي يحيد لك المس. وقول لها اتقي الله في النفس ديالك، هذيك السيده قول لها اتقي الله في نفسك وتوكلي على الله عز وجل، وواظبي على اخذ الماء وقراءة الفاتحة في الماء بعد كل صلاة، يجيب الله التيسير. لا ما تقول لي هذه ب 500 درهم، مالا شنو فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتعاني من البرد القديم وسبب لك مشاكل ديال حريق البول مثلا، او تبول مقطع كما كنعرفوا عند بزاف ديال الرجال، وسبب لك مشاكل في الفراش ديالك مع الزوجة ديالك. فاليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم منتوج اللي رائع باذن الله تعالى، غير هو اللي ياخذ هذا المنتوج هذا ما عليه الا يصبر، لانه كيعطي واحد الحريق عند الخروج ديال الميكروب النبوله. الرقم الهاتف ان شاء الله للتواصل باش يوصلك المنتوج ان شاء الله فين ما كنتي 06 66 63 58 50. اتمنى لكم ان شاء الله الشفاء. فيها في الحرم، في مرقد فيه الحرم. قال لي السلام عليكم، تواصلت معك على الواتساب بخصوص زيت العنبر. والله كاين ضغط، والله اعتذر على الضغط. زيت العنبر اذا حشومه يكون ثمن مرخوف 250 درهم وماشي هكا، كل شي حاجه شويه. تحيه من الجزائر، بارك الله فيك. يلا شكرا لكم احبابي في الله. اذا سمعتوا هذه الشهاده في اول الفيديو، شهاده لله ان الناس كيلوحوا الميكروب ولله الحمد.